الصيف خلاص دخل ومفيش قدامك غير حل واحد، وهو ان انت لازم تبدا تنشف. انا عارف ان انت جواك صراع، عايز ان انت تضخم وتزيد وتبقى دبابه كده ماشي في الشارع، في نفس الوقت عايز ان انت تنشف وعايز عضلاتك تبدا يبقى شكلها حلو وتعمل سيكس باكس وكل الكلام ده. ولكن احنا دخلنا في الصيف، لو انت ما نشفتش في الصيف هتنشف امتى؟ فيوسفني يقول لك ان احنا لازم نبدا كلنا ننشف. فعشان كده النهارده انا جايب لك تمرين كارديو تقدر تعمله في البيت من غير ما تروح حتى الجيم، من غير اي اجهزه، من غير اي حاجه، في البيت بوزن جسمك فقط، وهعرفك ازاي تعمله بالظبط عشان تستفاد من التمرين ده اقصى استفاده. الكارديو بتاعنا النهارده هيكون عباره عن 4 اشكال للكارديو. هتاخد الاربعه ورا بعض كل واحد لمده 30 ثانيه، لمده نص دقيقه، يعني المجموعه الكامله هي عباره عن دقيقتين، 30 ثانيه من كل تمرين. هتكرر الموضوع ده حوالي 3 أو 4 مرات على حسب انت هتقدر اصلا ان انت تعمل الكارديو ده ولا لا. لو الكارديو هيكون ده صعب ان انت تعمل كل الحاجات دي مع بعضها، تقدر تاخد كل واحد منفصل لوحده وتعمل مثلا كل واحد 30 ثانيه، او ممكن توصل لدقيقه كمان عشان انت واخده لوحده وتاخد مثلا 3 أو 4 مجاميع. هيكون كويس جدا ده برده، تقدر تعمله في البيت. ولكن احنا بنعمل كارديو هيت شويه، او كارديو اللي هو هاي انتنسيتي انترفال تريننج، اللي هو الشده بتاعته عاليه بحيث ان احنا نحرق دهون اكتر. ولكن حاجه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها، عشان ديت لو حصل اي خلل فيها او حصل فيها اي مشكله، الكارديو بتاعك او التنشيف بتاعك عموما كله هيبقى غلط وهيضرك، مش هتستفاد منه، او مش هتعمل اي تقسيم كويس للعضلات، او مش هتعمل تنشيف صح. فمن الاخر ان انت في الاكل بتاعك بتقلل كميات اكلك، طبعا بتقلل عن الكميه اللي جسمك محتاجها، وبتقلل طبعا الدهون جدا، وبتقلل الكارب شويه، او بيكون الكارب بتاعك مش متوسط، بيكون اقل من المتوسط بحاجه بسيطه. وبتعلي البروتين، لازم تعلي البروتين على قد ما تقدر في فتره التنشيف، عشان دي الحاجه الاساسيه اللي انت هتعتمد عليها ان انت تحافظ على عضلاتك او كميه العضلات اللي عندك. لو انت البروتين بتاعك قليل وكل اكلك عموما قليل، فانت مع الكارديو اللي انت تعمله مع تمرين الحديد بتاعك هتبدا ان انت تخسر عضلات، مش تبدا ان انت تستفاد اي حاجه من التنشيف بتاعك. فلازم تهتم جدا باكلك. ومن الناحيه الثانيه بالنسبه للتمرين، تمرين الحديد بتاعك حاول ان انت تخففه شويه، يعني ما يكونش التمرين بتاعك زي ما يكون انت بتضخم او بتحاول ان انت تزيد وزن، بيكون تمرين قوي جدا. حاول ان انت تقلل الانتنسيتي بتاعته او الشده بتاعت التمرين شويه، بحيث ان انت ما تكونش بتحرق زياده وبنفس الوقت انت مقلل اكلك وبتعمل كارديو كتير، فتلاقي نفسك ان انت بدات تخسر عضلات. عايزين ان احنا هنطلع من التنشيف نكون واخدين اقصى استفاده وطالعين باحسن شكل جسم، وفي نفس الوقت نحافظ على عضلاتنا على قد ما نقدر. ودلوقتي هنخش في الكارديو على طول.
كده ده يكون فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو دوت لو عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتس تحت اي حاجه عايزيني اتكلم عليها او اي سؤال عندكم اكتبوا لي في الكومنتس تحت وهرد عليهم كلهم. من فتره قليله انا كنت عامل بول على الانستجرام، كنت سائل فيها عايزيني اختار ناس ادربها ببلاش اونلاين معايا ولا لا. طبعا الناس طبعا قالت اوكي ماشي، وانا ما عنديش مشاكل ان انا هعمل الموضوع دوت. لو انت مش متابعنا الانستجرام فانت فايتك كتير جدا، روح تابعنا الانستجرام زي ما قلت لك الاكونت بتاعي. بس استنى خد الرساله للاخر. فانا هختار منكم 2 هدربهم معايا اونلاين ببلاش بدون مقابل بدون اي حاجه، وهتاخد البرامج بتاعتك كامله من غير اي حاجه تنقصك. يعني ما تفكرش ان انا عشان هدربك ببلاش فانا مثلا هديك حاجه اقل، او مثلا هديك اي حاجه كده تمشي حالك بيها حاجه بسيطه خلاص. لا، تدريب كانك بتدفع لي فلوس، وهتاخد البرنامج بتاعك كامل، وحاجه هتساعدك جدا ان انت تغير من شكل جسمك تماما بدون مقابل بدون اي حاجه. كل اللي عليك تعمله عشان تشترك في المسابقه ديت هي ان انت هتلاقي لينك تحت تخش تسجل فيه كل البيانات بتاعتك، هتلاقي فيه شويه بيانات وشويه اسئله جاوب عليها، وقريب جدا هختار الاثنين الكسبانين. فانت عندك فرصه كبيره جدا، عشان انا مش هختار واحد بس، لا انا هختار 2. فانت عندك فرصه كبيره جدا ان انت تكون الشخص اللي تتمرن معايا بدون اي مقابل. خش سجل بياناتك تحت كلها عشان هختار من الناس اللي سجلت تحت، وهبعت لك على البيانات اللي انت هتسيبها لي تحت ديت هبعت لك ان انت الكسبان معانا. فخش دلوقتي سجل على طول، ما تضيعش اي وقت عشان تستفاد بالعرض ده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.